اللي قدامكم في الصورة دي اسمها أسماء. أسماء اتقتلت على إيد جوزها، والسبب ما كانش مستدعي كل ده. هو إيه الحكاية وإيه اللي حصل؟ يلا بينا عشان أحكي لكم التفاصيل الكاملة. بس فضلا وليس أمر يا ريت كلنا نترحم عليها، ربنا يرحمها ويصبر أهلها. ويا ريت فضلا وليس أمر برضو لو مش متابعني عايزين الشرف إنك تتابعني عشان أوصلك كل الفيديوهات الجاية. ويلا بينا أحكي لكم التفاصيل الكاملة وإيه اللي حصل بالتفاصيل في أصل الجريمة. أسماء من محافظة الإسكندرية وتحديدا من منطقة العوايد بعزبة سكينة. أسماء كانت على خلاف ما بينها وما بين زوجها عشان خاطر راحت لأهلها، والمفروض إن هو كان محدد لها وقت معين عشان خاطر تروح وترجع فيه بسرعة، ولكن غالبا إن أسماء رجعت متأخرة شوية. طبعا هو ما عجبوش الكلام ده، رجعت البيت، حصل ما بينهم مشادة كلامية، وبعد كده استغل إن الأطفال مش موجودين، إن في 4 أطفال طبعا مش موجودين في البيت، فبدأ الموضوع يتطاول، وبعد كده جاب سكينة المطبخ وخلص عليها. طبعا هي خلاص اتوفت، وهو تم القبض عليه وحاليا محبوس على ذمة التحقيقات. طب أنا عايز أسأل سؤال بس، أنت استفدت إيه؟ يعني أنت دلوقتي الأطفال اتيتمت، أنت استفدت إيه؟ ولا أي حاجة. هي اتوفت وأنت كمان خلاص. الأطفال ذنبها إيه؟ جماعة كذا مرة نبهنا في الموضوع ده وقلنا يا جماعة لو مش هتقدروا تفتحوا بيوت وتتجوزوا وتبقوا قد المسؤولية أو تكونوا قاذمين للغيظ ما تتجوزوش. لو انت فاكر ان بنت الناس اللي انت بتجيبها من أهلها دي هتجيبها تمرمطها أو تبهدلها وتضربها أو تأذيها أو تيجي عليها، فصدقني انت برضو يعني هترجع في الآخر تبقى انت المدان وانت الغلطان. لأن الراجل اللي بيفهم في الأصول ما ينفعش يمد ايده على مراته، بيرجع لكبرها، يقول له يعني بنتك غلطت وانا عايز حقي، مش عيب. لكن انك تمد ايدك عليها دي مش رجوله. طبعا مش هقدر اقول اي حاجه، وليكم التعليق طبعا. سلام، ربنا يرحمنا برحمته.